السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. اسمائكم ايه؟ اسمي عبد الرحمن عوض. وحضرتك؟ حسن مجدي. حسن مجدي. تمام، اهلا بيكم. بما ان انتوا طلاب جامعيين فهستأذنكم في سؤال. ماشي. ايه هو التغيير اللي لو حصل في الحياة الجامعية هيبقى يخلي حياة الطالب اليومية افضل؟ ان يكون في جامعة، ان يكون في كافيتيريا طبعا. تمام. لان مفيش جامعة. تمام. مفيش كافيتيريا في الجامعة. ايوه. الجامعة بقى احنا ازهر. تمام. يعني اللي بيعوز يشرب ميه بيعمل ايه؟ بينزل حمام. تمام. فاسمه ده الجامعة داخلة جودة بقى 3 سنين، مش هتخلص. هتخلص كمان سنتين لسه. تمام. واحنا يا جماعة في اولى جامعة لسه عايزينها تخلص على طول بقى. أيوة. عشان نحضر عشان تنتعشوا كده. طبعا. مفيش طبعا كافيتيريا، عشان مثلا تجيب حاجة لازم تخرج بره الجامعة خالص. فلا الحاجة كانت تبقى حلوة. تمام. وحضرتك؟ ومن ناحيه كلنا في المسابقات. مسابقات الكوره، مسابقات يعني في ولا لا انت نفسك ان يبقى في؟ نفسي يبقى في الحاجات ديت، يعني تخلي يعني الواحد يشجع انه يروح الجامعه والحاجات دي الواحد يستمتع بيها وكده، انت فاهمه؟ فنتمنى يعني ان يكون في المسابقات والحاجات دي والكوره، الواحد ياخد يعني ندخل مسابقات مع كليات تانية ونعمل بطولة جمهورية والحاجات الحلوة دي. طبعا الكورة أهم حاجة طبعا. بتحبوا الكورة يعني؟ طبعا. تمام. طب بتشجع؟ لا خلاص بلاش. عادي. طيب وايه كمان؟ في حته ان يكون في حاجات جوه الجامعه، نقعد ان احنا نقعد كلنا مع بعض في الجامعه، مفيش يعني الجامعه لسه يعني زي تيم وورك مثلا. ايوه حاجات زي ديت. مفيش ان كلنا نتجمع ونقعد في الجامعه كلنا، ما لسه بتتجدد كمان الجامعه، مفيش كافيتريات جوه، مفيش حته ان نقعد فيها. ده كله لا، نطلع بره عشان لازم نجيب اي حاجه، انت فاهمه؟ الموضوع مقتصر على المحاضرات وبتمشي على طول يعني. بناخد محاضراتنا وبنمشي على طول. ايوه. وحكايه الحضور برضو. الحضور والغياب ده موضوع مهم جدا. مهم جدا جدا كمان. يعني ما ينفعش تغيبي 75%، انت فاهمه؟ لا لو غبت في ماده 25% بتشيل ماده. والله. والله. في الازهر عندنا كده. ربنا يوفقك يا شباب. وتخفيف المواد بقى اهم حاجه، عندنا 14 ماده. ما شاء الله. في السنه ولا الترم ولا لا في الترم طبعا. ما شاء الله بجد. يعني ربنا يوفقكم والله. نتمنى ان ده يحصل يعني في يوم من الايام. متشكره. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام.